سؤال مهم قوي لازم نبدأ بيه النهاردة. سؤال مباشر وصريح. لو قررنا فجأة من بكرة ناخد أجازة لمدة أسبوع كامل، يعني نقفل الموبايل واللابتوب تماماً، هل الدخل بتاعنا هيقف هو كمان؟ لو الإجابة يبقى للأسف وبغض النظر عن حجم الفلوس اللي بنعملها إحنا مش أحرار مالياً. المصدر اللي معانا النهاردة بيرسم لنا صورة لعالمين مختلفين تماماً. عالم أنت فيه نجمة العرض، كل الأنظار عليكي، بس المشكلة إنك ما ينفعش تسيب المسرح أبداً، لو غبتي يوم العرض كله بيقف. وفي عالم تاني أنت المخرجة اللي بانت عرض قوي لدرجة إنه شغال لوحده بكفاءة سواء كنت موجودة أو لأ. مهمتنا النهاردة هي إننا نلاقي الكوبري اللي بيوصل بين العالمين دول. هنحلل إزاي نحول أي أصل رقمي زي كورس أو محتوى من مجرد أداة محتاجة مجهودنا اليومي لسيستم كامل شغال لوحده. بالظبط. والحتة المهمة قوي اللي المصدر ماسك فيها هي إن التحول ده مش مجرد خطوات تقنية، يعني مش شوية برامج بنشتريها وخلاص. لا، ده أعمق من كده بكتير. أعمق بكتير، هو تغيير كامل في طريقة التفكير نفسها. الهدف مش بس إننا نعمل فلوس أكتر، الهدف إننا نبني أنظمة تشتغل عشان نحن. الحرية الحقيقية زي ما المصدر بيقول مش في كام بنكسب، لأ، الحرية في إيه طيب؟ في إن الفلوس دي تفضل تيجي حتى لو إحنا قررنا نختفي من الصورة تماماً. أسبوع، شهر، مش فارقة. تمام. خلينا نبدأ بأول نقطة واللي المصدر بيسميها اسم جامد بصراحة: فخ الأصل النشط. اللي لفت نظري إن الفخ ده مش بيجي مع الفشل، لأ، ده بيجي بعد النجاح. هي دي المأساة اللي المصدر بيشرحها. إن الواحد يكون عنده منتج أو كورس ناجح جداً وعليه طلب، وفجأة يكتشف إن النجاح اللي تعب عشانه ده اتحول لسجن. سجن هو اللي بناه بنفسه. المثال اللي استخدمتيه عن نجمة المسرح مثالي. المصدر بيضيف عليه تشبيه تاني وبيقول إن الشخص ده بيتحول لعنق الزجاجة في البيزنس بتاعه. المصطلح ده معروف. تخيلي إزازة مليانة مية بس فتحتها ضيقة جدا. المية دي هي الفلوس أو العملاء، والفتحة دي هي أنتي. مفيش حاجة بتعدي من غير ما تمر عليكي شخصياً. يعني أنا اللي لازم أرد على كل استفسار، وأنا اللي لازم أشرح وأقنع كل عميل جديد. بالظبط. وانت اللي بتعملي عملية البيع، وانت اللي بتتابعي معاه بعد ما يشتري. كل خطوة حيوية في العملية كلها واقفة عليكي انت وبس. التشبيه ده مؤلم لأنه حقيقي جدا. أعتقد ناس كتير بتسمعنا دلوقتي حاسين بالإحساس ده، إنهم بنوا حاجة ناجحة بس بقوا موظفين عندها. تماما. بس ممكن حد يقول طب ما ده تمن النجاح، لازم أتعب عشان أكبر. وهنا بقى المصدر بيقدم تفصيلة مهمة جدا عشان يوضح ان ده مش تمن النجاح، ده تمن بناء النجاح بالطريقة الغلط. هو بيقسم الدخل لنوعين لازم نفرق بينهم كويس قوي. اللي هم إيه؟ النوع الأول هو الدخل اللي معاه إرهاق. ده الدخل اللي بيجي قصاد كل ساعة شغل. لو بطلت شغل الدخل بيقف فوراً. النوع ده مستحيل يكبر أو يتوسع إلا لو ضعفت عدد ساعات شغلك، وده ليه سقف طبعاً. أكيد، اليوم 24 ساعة بس. صح. وده بيربطك بالشغل بشكل مرضي. يعني ده الدخل اللي بيخلي الواحد يرد على إيميلات الشغل وهو في أجازة على البحر. بالظبط. أما النوع التاني اللي هو هدف المناقشة كلها هو الدخل اللي معاه حرية. وده مش مجرد فلوس بتدخل، لأ، ده سيستم. بالظبط، ده سيستم متكامل شغال لوحده. سيستم متصمم من اليوم الأول عشان ينمو ويكبر من غير ما يحتاجك. هنا القيمة مش في الساعة اللي بتشتغليها، القيمة في جودة وقوة السيستم اللي بنيتيه. وده بيفصل وقتنا عن فلوسنا. تماماً. هو ده تعريف الحرية الحقيقي اللي بيتكلم عنه. أوكي، التفرقة دي مؤلمة وواضحة جدا. أعتقد ناس كتير دلوقتي بتصنف دخلها وبتكتشف إنه في خانة الدخل مع الإرهاق، وده طبعا بيوصلنا للسؤال الأهم: إيه خطة الهروب؟ لو ده سجن، فين مفتاح الزنزانة؟ أكيد. المصدر بيتكلم عن الأتمتة باعتبارها الحل. هي دي خطة الهروب. تمام. المصدر بينقلنا للجزء ده وبيوضح إن الأصل الرقمي اللي بنيناه، الكورس، الكتيب، المحتوى، ده مجرد البداية، هو المادة الخام. لكن السيستم اللي بيبيع ويسلم المنتج ده هو اللي بيغير اللعبة كلها. بس كلمة أتمتة دي ممكن تخض ناس كتير، بتبان كلمة تقنية ومعقدة ومحتاجة مبرمجين وميزانية ضخمة. المصدر بيبسط المفهوم ده تماماً. بيقول إن الأتمتة مش تكنولوجيا معقدة، لكنها خطة ذكية ومدروسة بنطلع بيها نفسنا من الشغل اليومي. يعني الفكرة إني أرسم مسار واضح للعميل يمشي فيه لوحده. بالظبط، من غير ما يحتاجك تمسكي إيده في كل خطوة. وهنا في نقطة مهمة جدا: دورنا مش بيتلغي، لكنه بيتطور.
بنتحول من المنفذ اللي بيعمل كل حاجة بإيده للمشرف الاستراتيجي على السيستم. يعني بدل ما أكون أنا اللي واقفة على الكاشير باخد فلوس من كل زبون، أنا اللي ببني السوبر ماركت اللي فيه كاشير أوتوماتيكي. الله ينور عليكي. ودولك إنك تتأكدي إن السيستم كله شغال صح. والمصدر بيرسم لنا صورة واضحة لشكل السيستم ده. بيتكون من 4 خطوات متتالية. بيمشوا ورا بعض زي المكنة. زي المكنة بالظبط، وكل خطوة بتسلم للي بعدها أوتوماتيكياً. أولاً، محتوى شغال زي المغناطيس. ده ممكن يكون فيديو على يوتيوب أو مقال، وظيفته إنه يجذب الناس المهتمة 24/7. أوكي، وبعدين؟ تالياً، صفحة واضحة ومحددة بيسموها صفحة هبوط. الصفحة دي بتقول للناس اللي جذبتهم المحتوى: أنا عندي حل لمشكلتكم، والفايدة اللي هتاخدوها هي كذا وكذا. بتقدم الحل بشكل مباشر. تمام. ثالثاً، عرض قوي ومجهز مسبقاً. ده ممكن يكون فيديو قصير مسجل أو صفحة مبيعات مكتوبة كويس جداً بتقنع الشخص ده ياخد قرار الشراء. ورابعاً، ودي الخطوة الأخيرة في السلسلة، أداة أو برنامج أوتوماتيكية. ودي مش حاجة معقدة؟ لا خالص. ممكن تكون منصة بسيطة زي جامرود أو فرايف كارد. انت بترفعي المنتج بتاعك عليها مرة واحدة، وهي بتتولى عملية الدفع وتسليم المنتج للعميل بشكل فوري، سواء بعتي نسخة واحدة أو 1000 نسخة. التوضيح ده مهم. يعني مش لازم ابني برنامج بنفسي، لا، دي أدوات موجودة ومتاحة. الفكرة كلها في ربط ال4 خطوات دول ببعض. تماماً. انت بتبني المسار ده مرة واحدة، وبعدين بتسيبيه يشتغل. كل شغلك بعد كده هو إنك تجيبي ناس أكتر يمشوا على بداية المسار ده. الكلام ده منطقي جدا، بس هنا بتيجي العقبة النفسية الكبيرة. الواحد ممكن يقول أنا مش خبيرة تسويق عشان أبني كل ده. السؤال اللي بيجي على طول: إزاي نبدأ عملياً؟ أكيد. والمصدر هنا بيقدم أبسط شكل ممكن للأتمتة، وأي حد حرفياً ممكن يبدأ بيه النهاردة. بيتكون من 3 حاجات بس، مش 4 ولا 5. يا ريت. إيه هما؟ أولاً، قطعة محتوى دائم أو evergreen content. ثانياً، رسالة واحدة ومحددة واضحة جداً جوه المحتوى ده. ثالثاً، لينك واحد بس ومحطوط في المكان الصح. أوكي، خلينا نفصص ال3 دول. فكرة المحتوى الدائم دي هي الأساس غالباً. دي عكس الترندات والأخبار اللي بتموت تاني يوم. بالظبط. المصدر بيشبه المحتوى المؤقت زي ستوريز انستجرام بقلعة رمل على الشط. بتبنيها بمجهود كبير وشكلها بيبقى حلو قوي، بس تاني يوم الموج بيمسحها. وكأنها ما كانتش موجودة. أما المحتوى الدائم فهو زي بيت من الطوب، بتبنيه مرة واحدة بمجهود مركز، لكنه بيفضل واقف سنين وبيشتغل عشانك. تخيلي مقال أو فيديو عنوانه أهم 5 غلطات بيعملها المبتدئين في مجال كذا. ده هيفضل مطلوب ومفيد على طول. هيفضل مفيد النهاردة وبعد 6 شهور ويمكن بعد 5 سنين كمان. هي قطعة محتوى واحدة بتشتغل زي الموظف الشاطر اللي ما بيطلبش مرتب. والمحتوى ده ممكن ياخد أشكال كتير: مقال على مدونة، فيديو تعليمي على يوتيوب، حلقة بودكاست، أي حاجة قيمتها مش مرتبطة بوقت معين. تماماً. وده هو قلب أي سيستم بسيط وناجح. والمصدر هنا بيطرح سؤال مهم جداً لازم كل واحد يسأله لنفسه بصراحة: لو المحتوى اللي بعمله محتاج وجودي كل يوم عشان يشتغل، هل ده يبقى أوتوماتيكي فعلاً؟ لو الإجابة لأ، يبقى إحنا لسه في مرحلة الأصل النشط، ولسه في فخ الشغل اليومي. النقطة التانية والتالتة بيشتغلوا مع بعض. رسالة واضحة ولينك واحد. جوه قطعة المحتوى الدايم دي لازم يكون في دعوة واضحة ومباشرة للخطوة التالية. طلب واحد بس. لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع ده، شوف الكورس الكامل من اللينك ده. واللينك ده بيودي على صفحة البيع أو المنتج. بالظبط. يعني الموضوع ممكن يكون بسيط لدرجة أعمل فيديو يوتيوب قوي عن إزاي تصلحي أشهر عطل في ماكينة القهوة، وفي آخر الفيديو أقول لو عايزين تتعلموا صيانة كل أنواع الأعطال، الكورس بتاعي موجود على اللينك اللي في الوصف، واللينك ده يودي على صفحة جامرود. كده أنا بنيت أول سيستم بسيط. هو ده السيستم في أبسط صورة: قطعة محتوى واحدة، رسالة واحدة، لينك واحد. ده ممكن ياخد منك يومين شغل مركز، لكنه ممكن يفضل يجيب لك دخل لشهور أو سنين جاية من غير أي تدخل إضافي منك. النقطة دي بتوصلنا لأهم جزء في المصدر كله في رأيي، وهي إن النقلة دي مش مجرد أدوات، لكنها تغيير جذري في طريقة التفكير. المصدر بيلخصها في مقولة قوية جدا: الناس الناجحة بجد مش بتشتغل أكتر، هي بتشتغل أذكى. بالظبط.
الفكرة كلها بتتلخص في سؤال: انت بتقضي وقتك في ايه؟ هل بتقضيه في مهام متكررة بتخلص بمجرد ما بتعملها، ولا بتستثمر وقتك في بناء أصول وأنظمة بتستمر في الشغل بعد ما انت بتخلص؟ يعني لازم نختار بوعي هنبني إيه ومش هنبني إيه. تماماً. لازم نبعد عن أي حاجة محتاجة مجهود يومي أو بتعتمد على مزاجنا، وبدلاً من ده نركز كل مجهودنا في بناء حاجة مستقرة، حاجة بتتكرر لوحدها، والأهم حاجة تقدر تكبر وتتوسع بسهولة. كلمة تتوسع بسهولة دي مهمة قوي. يعني لو بنيت سيستم بيخدم 10 عملاء في الشهر، المفروض هو نفس السيستم يقدر يخدم 1000 عميل. من غير ما تحتاجي تتدخلي أو تغيري فيه حاجة جوهرية. هي دي كلمة السر، القابلية للنمو أو السكالابيليتي. بس هنا ممكن حد يعترض ويقول طب ما كده أنا بفقد اللمسة الإنسانية. العملاء بيحبوا يتواصلوا مع صاحب البيزنس، مش في خطر إني أتحول لشخص آلي وأخسر التواصل ده؟ ده سؤال ممتاز، والمصدر بيجاوب عليه بشكل غير مباشر. الأوتوماتا مش معناها إنك تلغي التواصل الإنساني تماماً، معناها إنك تأتمتي العمليات المتكررة عشان توفري لنفسك وقت وطاقة. عشان أعمل التواصل الإنساني اللي يفرق بجد. بالظبط. بدل ما تقضي 8 ساعات في الرد على نفس الأسئلة اللي بتتكرر، السيستم ممكن يرد عليها، وانت تستخدمي ال8 ساعات دول في إنك تعملي جلسة أسئلة وأجوبة حية مع أفضل عملائك، أو تطوري منتج جديد. يعني الأتمتة بتديني رفاهية اختيار إمتى وفين أكون إنسانة. دي نقلة نوعية في التفكير. طيب، إزاي أعرف إن السيستم اللي بنيته ده ناجح فعلاً؟ إيه هو الاختبار الحقيقي؟ المصدر بيقدم اختبار حقيقي مكون من 3 أسئلة بسيطة ومباشرة. الأسئلة دي هي المقياس الحقيقي للحرية، مش حجم المبيعات. أوكي، إيه هما؟ السؤال الأول: هل السيستم شغال وبيجيب فلوس وانت نايم؟ ده الكلاسيكي. السؤال التاني: هل هو شغال وانت مسافر في أجازة ومقفل كل حاجة؟ والسؤال التالت وهو الأهم والأصعب: هل هو شغال بكفاءة وانت مركز كل طاقتك ووقتك في بناء مشروع جديد خالص؟ واو، الأسئلة دي قاسية جداً وصادمة، بالذات السؤال الثالث. ده معناه إن السيستم مش بس شغال من غيري، ده شغال من غيري وأنا مش بفكر فيه أصلاً. بالظبط. لو الإجابة على كل الأسئلة دي هي يبقى كده مبروك، عندنا سيستم حقيقي بيدينا حرية. والتحول ده هو خلاصة الموضوع كله، إننا نتنقل من عقلية اشتغل أكتر عشان تكسب أكتر لعقلية اشتغل مرة واحدة صح واستفيد من الشغل ده على المدى الطويل. تماماً. أنا أعرف قصة مطور برامج عمل تطبيق صغير ومفيد جداً، قضى حوالي 2 شهر في بنائه وبعدين رفعه على متجر التطبيقات ونسيه تقريباً. لسنين طويلة التطبيق ده كان بيعمل له دخل شهري ثابت، وهو كان نايم، كان في شغله، كان بيسافر. والتطبيق الصغير ده كان شغال زي الساعة. هو ده مثال حي لشخص استثمر وقته مرة واحدة في بناء سيستم فضل يشتغل عشانه لسنين. إذن الرحلة اللي المصدر بيرسمها بتبدأ بفهم فخ الأصل النشط والخطر اللي فيه، وبعدها بننتقل لمرحلة بناء سيستم مؤتمت خطوة بخطوة، بداية من أبسط أشكاله. اللي هي محتوى دائم، رسالة، لينك. والأهم من كل ده هو تبني عقلية السيستم اللي بتخلينا نركز على الشغل الذكي، مش الجهد اللي بينتهي أثره في نفس اليوم. بالظبط. لكن بعد ما ننجح في بناء السيستم ده ويبقى شغال بكفاءة ونجاوب على ال3 أسئلة بتوع الاختبار هل كده الرحلة خلصت؟ غالباً لا. المصدر بيختم كلامه بسؤال مهم جدا، ويمكن يكون هو الخطوة التالية في الرحلة دي. السؤال هو: إزاي نحافظ على الدخل ده ونكبره من غير ما نرجع نتربط بيه تاني ونفقد حريتنا اللي بنيناها بصعوبة؟ سؤال مهم فعلاً، لأن في خطر إن الواحد بعد ما ينجح يرجع يقع في نفس الفخ تاني بس على مستوى أكبر. تماماً. إزاي تطور السيستم وتكبره من غير ما ترجع تاني تبقى أنت عنق الزجاجة؟ إزاي تحافظ على النمو بدون التضحية بالحرية؟ ناس كتير بتغفل عن النقطة دي، وبيلاقوا نفسهم بنوا سجن جديد، بس المرة دي كان سجن 5 نجوم. ودي نقطة تستحق التفكير.